في هذا الفيديو هذا بغيت نهضر مع الدراري ولا الرجال، المهم بالنسبه ليا بحال وغنهضر معكم عن تجربه باش تسمعوا هذا الكلام هذا وديروه في دماغكم لداخل وتحاولوا تطبقوه في حياتكم الواقعيه وفي التعارف ديالكم مع البنات. كنشوف بزاف ديال الدراري كيضيعوا وقت كتير مع واحد البنت اللي كيبان ليهم انها ما مسوقاش ليهم وانها ما عطيهم حتى اعتبار ولا حتى قيمه، وهذا الشيء كيبان من البدايه ديال التعارف، من هذيك السلام لاباس عرفني على راسك الى اخره. ولكن كاين دراري كيهملوا هاد الاشارات هادو وما كياخذهمش بواحد الجديه، لانه الاغلبيه غادي بهذيك الفكره القديمه ديال ولا وحقه وانت هو الراجل وانت اللي خصك تتبع المراه والمراه خصها تدفع لك كبير وانت تبقى تابعها باش تميل لك بشويه. هذه هضره خاويه. هنا في هذا الفيديو غادي نقول لك على شي سلوكيات كيبانوا في البنت كيخليوك تتاكد مزيان انك انت هو الاختيار رقم 1 ديالها، انك واحد السيد اللي باغاه وعاجبها وباغا حتى هي دير مجهود باش تكون معك في واحد العلاقه وتستمر وتبقى معك. خاصك تعرف تميز البنت من المراحل الاولى ديال التعارف باش ما تضيعش وقتك، وباش تفهم بلي واش انت هو الاختيار رقم 1 ديالها ولا غمدوزه بك الوقت بين ما جا احسن منك، اولا انت غير واحد اللعاب احتياطي حاطاك في كما كنقولوا في دكه البودلاء، حيت عارفه انها تحتاجك وكتقضي لها شي غرضات. داكشي علاش كتبرد معاك وما كتهضرش معاك وما كتعاطاش معاك، ولكن واحد المده طويله وكترجع تهضر معاك على غرضها ولا حاجتها. المهم هاد السلوكيات غادي تعاملك بهم الدريه الا كنت انت فعلا وداك الراجل اللي باغاه وكتموت عليه. هاد الشيء بحكم انها عندها واحد الرغبه كبيره وقويه تجاهك. هاد السلوكيات هما هاد الشيء اللي غنقول دابا. كتلقى البنت دائما كتصيفط لك الميساجات، هي الاولى وكدير المبادره وما كتبقاش تسنى فيك، وما عمرك غتلقاها كتحاسب معاك وكتقول لك لا وانت خصك تصيفط لي الاول وانت هو الراجل. ما غتدخلش معاك في هاد النقاشات، ما عمرها غتخلي لك الميساج ديالك، يعني ما عمرها غتقرا الميساج ديالك وما تجاوبكش، ما عمرها غتعطل عليك. علاش؟ حيت انت مهم عندها وانت الاول، وما تقدرش دير معاك شي تعامل بحال بهاد القوالب ولا هاد الالعاب اللي كيديروا بزاف البنات، لانها ما باغاش تخسرك، لانك عاجبها وكتبان ليها انت احسن اختيار تقدر تتلاقى معاه في الرجاله. البنت الا كنتي عاجبها ومن جاذبها لك وباغاك غتحسسك ديما باللي انت هو محور الاهتمام ديالها، غتبقى تسول فيك بزاف وتبغي تعرف رايك في كل شيء. شوف هادي واش جات معايا، هادي شريت، هادي غنمشي هنا، هادي. علاش؟ لانها كتحاول تعرفك وتكتشف شخصيتك، لانها مهتمه بشخصيتك انت، ما مهتماش بشي حاجه اخرى. العكس ديال الدريه ملي كتكون ما مسوقاش لك كتركز غير على فاش خدام، شحال اللي كتشد، واش عندك طوموبيل، واش عندك موطور، واش. اما البنت باغاك انت كتركز على شخصيتك، كتحاول تعرفك انت حيت انت اللي مهم عندها. تقدر البنت توصل معك واحد المرحله متقدمه انها تولي تشري لك الهدايا الكادوات، يعني تجيبهم لك، تعرض عليك هي، تفاجئك هي دائما بشي طرق من هاد الطرق اللي ذكرت. تشري لك شي حاجه تفاجئك بها، دير لك شي حاجه زوينه، دير لك شي حاجه اللي عارفاها كتعجبك، دير لك مفاجآت زوينين. المهم كتبغي تشوفك فرحان وكتبغي دير اي حاجه باش تبان في عينيك باللي هي ديك المراه اللي خصك تبقى معاها وتكمل معاها. وهذا الشيء واخا تكون انت ما كدير والو، لانكم كتشوفوا بزاف الرجال اللي يمكن البنت ما كيعطيها حتى حاجه، ما كيقدم ليها والو في المقابل، ولكن كتلقاها كتموت عليه وتابعه. في المواعيد بيناتكم دائما غتلقاها كتجي مقاده، ديما لابسه احسن ما عندها، ديما كتبين لك باللي هي مهتمه بيك ومستثمره فيك الجهد ديالها والوقت ديالها، حيت انت كيف ما نعاود نقول ديما هو الاختيار الاول ديالها. والراجل اللي تلقات به ولقات فيه داكشي اللي هي ديما كتسناه تلقاها فيما يسمى برجل الاحلام. فاذا كان العكس صديقي ديال هادشي كامل اللي قلت، فغتلقى دائما البنت مسوقاش لك،
تخلي لك الميساج ديالك، ما تجاوبكش. اي حاجه طلبتيها منها تقول لك لا ما نقدرش. راه ماشي هي في الحقيقه ماشي ما كتقدرش، الحقيقه هي داكشي ما تقدرش ديرو معاك انت، لانك انت ما طيحاش فيك، ما عاجبهاش، انت ماشي النوع اللي هي باغا. كتلقى البنت كتقول لها يلا نخرجوا نهار فلان فلاني، غادي نمشي مع صاحبتي، عندي شي حاجه نقضيها، عندي التخمال، عندي الميناج ديال الدار، صبحت عيان. ثق بيا صاحبي، الا باغاك تقدر ديريها هي تقول لك نخرجوا، او لا كاع الا ما قالتهاش لك، الا قلتي ليها نخرجوا ما غاداش تبقى تفلسف عليك ولا تطول عليك، غتقول لك واخا، وغتقبل بالوقت اللي غتعطيه ليها والمكان اللي غتعطيه ليها. هادشي اللي ديما دير في بالك، بمعنى انه الدريه فاش كتبقى تعكز عليك وكتقول لك لا وهذه ما بغيتهاش، ديما كنديرهاش، ما كنمشيش، يعني ما عندهاش الخاطر لك، ما عندهاش الوقت لك، وما عندهاش الرغبه تجاهك. وثق بيا كون كان واحد اخر اللي عاجبها غتقبل باي حاجه. راك كتشوف دريات اللي كتمشي مع الدري الخلا وتجلس معاه، ما كتبقاش تسول واش غنمشيو لشي قهوه ولا شي ريستورا ولا غتعرض عليا ولا صافي، المهم هي خصها تكون معاه. وكذلك ملي كتدخل شي تطبيق ديال المواعده، راه هادشي ديال تيندر وهادشي ديال ملي كتماتشي مع شي بنت وكتعجبها انت، راه هي كتعطيك نمره التليفون، هي كتحاول تخرجك دغيا من ديك لابليكاسيون باش تدخل انت وياها في واحد الكونفرساسيون اللي بيناتكم وقريبه، دغيا تعطيك النمره، دغيا كدير معاك صافي. يعني ما عندهاش الوقت تبقى تضيع فيه وتبقى تسنى، عجبتيها صافي خصها تدوز معاك المراحل الاخرى. فثق بيا الا كنتي النوع ديال الدراري ولا الرجال اللي مازال عايش في داك السيستم القديم وكيضيع وقته، كيبقى تابع بنت اللي ما كتجاوبوش على 15 يوم على الشهر، او لا كيخلي ميساج ويعاود يصيفط ميساج وهي ما قراتش الميساج الاول، فصاحبي ما خصكش تبقى تضيع وقتك، والوقت ديالك راه غالي، تقدر تقرا فيه، تقدر تتعلم فيه شي حاجه، او لا داك الوقت اللي غتضيعو معها تقدر تهضر فيه مع بزاف البنات اخرين، وتقدر تلقى وحده فيهم اللي يكون الاعجاب بيناتكم متبادل. انا في هذا الفيديو ما عندي حتى حاجه ضد البنات، ما عنديش شي مشكل مع البنات، ما كنقولش البنات خايبين، ولكن كنهضر معاك انت. انا هاد الهضره ديالي موجهه هذا الراجل، ما بغيتش الراجل يضيع وقته، وما بغيتكمش تطيحوا في حوايج اللي حنا طحنا فيهم فاش كنا باقيين صغار. فاذا ما عقتيش بهذا الشيء كون اكيد لا في العلاقات مع البنات غتبقى تعاني ديما وغتبقى تتسنى، وحتى الا تزوجتي كما كنقولوا غينتهي بك المطاف مع بنات كيستغلوك ماديا، ومع مراه يمكن غتزوج بها وهي ما حاملاكش، هي معاك غير حتى انت هو داك الراجل البسيط الدرويش اللي وفر ليها الدار والماكله والشراب لولادها، بعد ما يمكن عاشت حياتها بالطول وبالعرض مع بزاف ديال الدراري اللي كانوا كيعجبوها، وكانت هي كتقدم لهم اشياء مقابل باش تبقى معاهم وتستمر، العكس ديالك انت اللي غتبقى تقدم وتعطي ودير ولكن ما كتاخذ حتى شي حاجه. فما تضيعش وقتك.